اصعب مشكله بتواجه اي حد بيتمرن انه ينزل شويه الدهون العنيده اللي في الاخر. تعالى بقى اقول لك على كام تركايه هتنسف بيهم الدهون. رقم واحد، خد احتياجك من بروتين من 1.8 ل 2.2 لكل كيلو جرام من جسمك. 2، اتاكد دايما ان انت عندك كالوري ديفيسيت. نزل برنامج ماي فيتنس بال واحسب عليه سعرات الاكل اللي انت بتاكله. 3، علي شده تمرينك، حاول تطلع طاقه عاليه في تمرين المقاومه بتاعك. 4، لو انت شخص طبيعي ركز ما تلعبش كارديو وانت صايم. معظم الدراسات اثبتت ان انت لما تلعب كارديو وانت صايم فرص الهدم العضلي بتكون اكبر بكتير. 5، لو انت شخص طبيعي ممكن تقسم الكارديو بتاعك على مدار اليوم، ممكن 20 دقيقه قبل التمرين و20 دقيقه بعد التمرين. 6، مفيش مكمل سحري هيخليك تزيد او تخس، كل اللي بيتحكم فيه هو الاكل بتاعك حتى لو بتاخد. 7، زود معدل النشاط اليومي بتاعك. لو انت شغلك قاعد على المكتب حاول تتحرك فيه، مشوار تمشيه بدل عربيه، تطلع سلم بدل اسانسير، كل ده هيفرق معاك. يعني من الاخر حاول تخلي اللي طالع اكتر من اللي داخل، مجهود واكل يعني.